ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وانا بحبه جدا، وجالي تساؤل قبل كده من بنوته. يا دكتوره كلمينا عن ازاي اخلي عندي ثقه بنفسي. الثقه بالنفس دي ملهاش عمر، يعني ممكن اكون عندي 40 سنه وما عنديش ثقه في نفسي، وممكن اقابل طفل عنده 10 سنين ودي بنشوفها كتير. لا، طفل بدماغ 60 سنه، هو عارف هو بيعمل ايه وعارف بيتصرف ازاي. تمام. طيب، ايه فايدة اصلا ان انا اتعلم ازاي اكون عندي ثقة في نفسي؟ لا، الموضوع ده مهم جدا. ليه بقى؟ اول حاجة بيحسن استقبالك للمشاكل. طبعا الدنيا مليانة تصرفات ورد فعل ومشاكل المفروض ان انت ترد عليها، فده لو انت عندك ثقة في نفسك هتعرف تحل المشكلة بأحسن اسلوب، ويكون عندك نوع من الحكمة في التصرف. فبيحسن استقبالك للمشكلة، ما بتجيش على اعصابك قوي. طبعا في مواقف بتبقى ضغط على الواحد طبعا، بس انا بتكلم في العموم ان انا يكون عندي ليميت معين كده ما عدوش. وكمان بيحسن رد فعلك. انا لما اكون واثقه من نفسي غير لما اكون مهزوزه. لما يقابلني مشكله وابقى حاسه ان انا متوتره، وهي اصلا مشكله ممكن تكون هايفه جدا، هايفه جدا جدا، لكن لو مشكله كبيره طبعا دي ممكن في بعض الناس ما بتعرفش تستقبلها كويس. غير لما يكون بيقابلني مشكله هايفه، لا وانا واثقه من نفسي، انا عارفه انا بتصرف ازاي، وعارفه ابعاد التصرفات هتوصل لحد فين. تمام. تاني حاجه، ان في اصلا وظايف عشان تقدم عليها دلوقتي، وفي ناس بتعلم اللي انا بقوله ده، بيعملوا لك اختبار ثقه بالنفس. تمام. زي ايه مثلا؟ ممكن يقولوا لك لو انت داخل تعمل انترفيو، اول ما بتدخل كده يقول لك ايه في الباب وراك. لو حد مهزوز او خايف او متوتر هيقوم يقفل الباب، هو اصلا قفل، بس هو بيختبر. تمام. فلازم تاخد بالك كويس جدا. تمام. هنبقى نتكلم بعد كده على المظاهر الجسديه اللي بتدل ان الواحد مهزوز ولا عنده ثقه بنفسه، هنتكلم عليها بعدين. فطبعا اختبار النفس ده انا برجح ويا ريت ان هم يعملوه في جميع الوظائف على مستوى العالم، لانهم هيحمينا من مرضى نفسيين احنا بنقابلهم. تمام. ماشي. طيب، الثقة بالنفس دي بتتكون أو بتيجي منين؟ أول حاجة بتيجي من التربية. يعني في فرق لما الأهل بيكونوا بيدوا حب واهتمام، فالطفل طبيعي بيطلع واثق من نفسه، واثق إن رأيه صح. هو بيسمع للنصيحة لكن هو واثق إن هو صح. ده بيرجع لتربية الأهل. أنا دايما لما أشجع ابني، وممكن انتوا تلاحظوها كما طلبة، ان انتوا مثلا لما وانتوا صغيرين الاهل بتكسر ولا بتبني؟ تقول لك لا انت صح، برافو، انت ممتاز، انت عبقري، انت جبتها ازاي دي، مع ان انت ممكن تكون بتعمل حاجات هايفه اصلا، بس الاهل بيدوك ثقه في نفسك ان انت رهيب ما حصلتش. غير لما الاهل اللي بيقول لك تعالى يا غبي، تعالى انت بتفهم ايه اصلا عشان تتكلم. لا بجد الموضوع بيفرق. ثقتك من نفسك اولها البيت والاهل. ثقتك ان باباك او مامتك او اخواتك في ظهرك، غير لما تكون حاسس ان انت آه، مهزوز. لو انتوا مثلا تفتكروا ايام الابتدائي او الاعدادي والثانوي، المدرس لما يجي يقول ل... لما قصدي باباك يروح يقول للمدرس اياك تضربه، انت مش هتربيه، لا دي مش بتاعتك، انت تعلمه. استقبل المعلومه، استقبلها، لا مالكش ان انت تضربه. الحقيقه ده انا كنت بتربى عليه. عشان كده طالعه لحد دلوقتي عندي ثقه بنفسي ايا كان اللي قدامي ايه. اتربيت ان انا صح. طبعا بشوف اللي قدامي وبقتنع بيه وبفكر في ايه، لكن حته ان الاهل مش مخليين سلطه عليا من حد، هم بس فخلاص هو ستوب عندي انا. خلاص انا كنت 10 12 سنه وعندي ثقه بنفسي. غير لما حد مثلا يقول لك ايه، المدرس باباك يروح للمدرس انا عايزك تكسره، الواد ده ما بيسمعش الكلام وقليل الادب ويقوم واخدك قلمين. وبنشوف المواقف دي على فكره، ولما بيطرح احاديث زي دي بنشوف العدد. معرفش اظن الحاجات دي بدات تتلاشى في الجيل الجديد، بس انا بتكلم على اللي عنده 18 او 20 سنه دلوقتي، او المجموعه اللي انا بخاطبها. تمام. طبعا بيفرق فيك جدا جدا، انت لما تحس ان باباك في ظهرك، لا الموضوع بيفرق جدا. تمام. تاني حاجة، خبراتك وانت بتسمع لأهاليك، بمعنى ان انت مثلا بتقعد في وسطهم، وده ممكن انتوا تكونوا مفتقدينه دلوقتي، بس انا عايزاكم تقعدوا من اهاليكم وتاخدوا خبرتهم.
بتشوف رد فعلهم في المواقف ايه. الموضوع ده بيفرق جدا، بيكون عندك لا ارادي بتعرف تتصرف في المشاكل ازاي، بتعرف تبقى واثق من نفسك ازاي، بتعرف رد الفعل اللي قدامك ازاي، بتعرف تقرا اللي قدامك ازاي. تمام. ممكن تزود ثقتك بنفسك بالكورسات، ودي طبعا مهمة جدا جدا جدا. انا برجح ان انتوا تاخدوا كورسات تنمية بشرية في اي مكان انتوا متواجدين فيه. انا معيش امكانيات مادية، ما فيش اكتر من الكتب. في طبعا دكاترة دلوقتي موجودين كتير، بس انا برجح دايما الدكتور ابراهيم الفقي، ده اللي انا من ايامي من زمان. انا كتب ممتازة، والكتب دي ممكن تقدر تنزلها من بلاي جوجل، وممكن نبقى نعمل عنها حلقات. تمام. فان شاء الله هنبدأ بعد كده نتكلم عن الثقة بالنفس ونتعمق فيها اكتر. بس مبدئيا احنا بنتكلم ايه الثقة بالنفس وازاي تتاخد وكده، وهنبدأ نتكلم عليها بشيء من التفصيل. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.